بعد كتب كتاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية، تذكر الجمهور تصريحات سابقة للفلكية ليلى عبد اللطيف تنبأت فيها بما سيحدث مع شيرين. وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات للفلكية اللبنانية تنبأت فيها بتصالح شيرين مع حسام حبيب وعودتهما لبعضهما البعض بعد الانفصال. قالت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستتصالح مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب. وقالت ليلى عبد اللطيف: أنا يهمني الفنانة شيرين اللي بحبها وبحترمها وبشوفها هترجع أحسن من الأول وهتقف على رجلها تاني. وقد أضافت خلال استضافتها في برنامج الستات على قناة النهار أن الفنانة شيرين تعرضت لأزمة، لكن هنشوف شيرين بأحلى حالاتها إن شاء الله. وأعلنت شيرين عبد الوهاب مؤخرا كتب كتابها على طليقها حسام حبيب، الأمر الذي أثار ضجة وصدم الجمهور. وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تلفزيونية إن حسام حبيب أقنعها بكتب الكتاب خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يتم عقد كتب الكتاب السبت 12 نوفمبر. قائلة: حسام دخل عليا بمأذون وقال لي نتجوز دلوقتي، وأنا قلت له اللي تشوفه يا سي حسام.